تمام. يلا يا باشا، عدنا لصفحاتنا. كنت يعني لمدة ثواني كده كنت بدردش مع الأستاذ منير، بقول له حالة في حالة محترمة قوي وحالة كويسة قوي لما بيكون في ضيف موجود عندنا هنا في البرنامج. طول اليوم لما بيكون اسم الضيف اتعرف خلاص، وبنكتبه على الموقع بتاع البرنامج وبنكتبه على الصفحة بتاعت البرنامج، ويعرف مثلا مين اللي جاي عندنا. في المشاهد بقى بيجيب التليفون بتاعنا بتاع البرنامج، يعني بيجيب تليفونات منشط بطريقة لطيفة جدا، وبيتكلم معانا بطريقة اسأله في كذا بس، ومش عايز اكتر من كده. عايز يتقال للضيف السؤال، ما يهموش بقى هو الضيف يجيب ازاي، بس المهم يكون في سؤال يتقال لي. وعلى هذا الاساس كنت بقول للاستاذ منير ان مثلا في عندنا اكتر من 25 سؤال من الضيوف من المشاهدين، هوديهم لحضرتك بعد الفصل. 25 سؤال مكتوبين وانا جايبهم حتى، وعلى الفيسبوك برضو ناس كتير جدا بعت اسئله، وكل واحد الحقيقه في همه. واحد بيقول هل الاستاذ منير هل هو شايف ان دوره في الوفد دلوقتي بقى مهمش، ولا لسه دوره قائم كما كان وقت الاستاذ محمود أباظة؟ اخر بيسأل نفس النظام، هل الوفد دلوقتي ماشي في الطريق الصحيح اللي الاستاذ منير فخري عبد النور يقول ان هو فعلا ده حزب الوفد اللي احنا متعهدين عليه، وان احنا بالفعل عايشينه من العشرينات والثلاثينات من اول 1919 لحد النهارده، ولا لا؟ ناس بتتكلم عن استقالة كمال زاخر، وهل منير فخري عبد النور دور في استقالة كمال زاخر من حزب الوفد ولا لا؟ ده كل ده عن حزب الوفد، انا ما دخلش لسه في الحياة السياسية. لكن انا هقول لحضرتك تديني صورة عامة دلوقتي، صورة حزب الوفد، صورة الوفد شايفها ازاي منير فخري عبد النور حالا في الوقت الحالي؟ شوف، احنا بنعيش حالة زخم في نتيجة للانتخابات التي أجريت في شهر مايو الماضي. تمام. الحقيقة أعتقد أنه شعبية الحزب زادت بشكل غريب. يعني أقول لك من كم يوم، أول امبارح كنت راجع من الساحل، وبعدين حصل لي حادثة صغيرة فتوقفت، فالناس تجمعت وابتدوا يكلموني، ناس في الساحل جنب سيدي عبد الرحمن، ناس بتقول لي التجربة التي خضتوها، وناس عادية يعني عرب من عربان الصحراء الغربية، اسمه ده أمين شرطة بتاع ايه رأي عام عادي، مواطن عادي جدا. الحقيقة أعجب إعجاب شديد بالتجربة الانتخابية التي خضناها وبنزاهة هذه التجربة. طبعا يعني هذه النزاهة بالمقارنة إلى انتخابات أخرى يعني بتلفت النظر والانتباه. فإحنا عايشين حالة زخم. عدد الذين يقبلون على عضوية حزب الوفد لو قلت لك في المتوسط يزيد عن 150 أو 200 واحد يوميا، يعني هكون مقل في ما كانتش موجودة قبل كده؟ مش بهذا العدد. مش بهذا العدد؟ لا، كانت موجودة انما قطعا مش بهذا العدد. طب ليه هل لانه بعد مايو حصل فيه مستوى رفيع من تجربة انتخابية الناس كلها حاسة بيها، حاسين ان في رئيس حزب سابق ورئيس حزب حالي في انتخابات محترمة، ولا لان رئيس الحزب الحالي البعض بيقول ان هو شخصية قوية؟ لا، انا اعتقد انه التجربة الانتخابية من ناحية، ثم الاضواء الاعلامية التي القيت على الحزب نتيجة دي هذه التجربة الانتخابية، بما فيها على فكرة جهاز الاعلام الرسمي، سواء كان الصحفي او التلفزيون. فكل ده كان يعني جذب عضويات جديدة بالالاف الى الحزب. فاذا عايشين حالة زخم، انما ايضا عايشين اسلوب جديد، ومش عايز اقول خطاب جديد، انما اسلوب جديد في العمل. وبالتالي هذا الاسلوب الجديد
بيجعل بعض مشاهدينك يطرحوا اسئله. هل احنا ماشيين في الطريق السليم؟ هل احنا ماشيين، هل احنا متمسكين بثوابت الوفد؟ هل احنا بنحاول انه ناخد موقف وسطي لكسب شعبية على حساب المبادئ والثوابت؟ كل دي اسئلة بتطرح وما فيش شك. وهذا البرنامج بالتحديد اثار مشاكل وانت عارف. وأحد هذه المشكلات هي استقالة الأستاذ كمال زاهر. الأستاذ كمال زاهر أنا اتصلت بيه النهارده الصبح، هو بعت لي الاستقالة امبارح. اتصلت بيه النهارده الصبح وبحاول أقنعه بالرجوع عن هذه الاستقالة لسببين. السبب الأولاني إنه لو في خلاف أو ما يبدو اختلاف في الرأي يناقش، انما الواحد ما يتركش وما يستسلمش وما يروحش. خاصة الأستاذ كمال وفدي أصيل، وفدي أصيل يعني توجهاته وفدية يعني مش. السبب الثاني انه الثلاث اسباب اللي ذكرها في الاستقالة بتاعته الحقيقة انا اعتقد انه سببين منهم مش في محلهم وسبب في محل. اللي هو قال 3 اسباب او 3 اسباب. بس هو الحقيقه كاتب مقال النهارده في الاهرام المسائي العنوان نفسه قد يكون مش الناس مش وفد الجماعه. صح. يعني وفد الجماعه. وطبعا رابط المساله بموضوع زياره رئيس الوفد المقر الاخوان المسلمين دي نمره 1. نمره 2 التصريحات اللي قالتها الدكتوره سعاد صالح بخصوص الرئاسة بالنسبة للأقباط. نمرة 3 أعتقد أنه بيتكلم عن استنكار السيد رئيس الحزب لأن يكون الحزب علماني. أنت معاه في أنهي سبب ومش معاه؟ لا أنا السبب الثاني اللي هو الدكتورة سعاد صالح أنا معاه 100%. الحقيقة أنا أعلنتها وقلتها وناقشتها في الهيئة العليا.